عمرك سألت نفسك إيه هي الأقسام والإدارات اللي بتكون موجودة جوه البنك؟ تعال أقولك. أول حاجة الفروع، دي الأماكن اللي بنشوفها في الشوارع والمولات، ودي تعتبر واجهة البنك اللي بيتعامل معاها العملاء بشكل مباشر، زي شبابيك التيلر واللي معظم تعاملها في الكاش، وزي خدمة العملاء واللي بتلبي لك كل طلباتك من أول فتح الحساب لحد ما تقفله، وزي مدير البنك وده طبعا المسؤول عن إدارة الفرع. يعني الفروع زي الخط الأمامي أو وش البنك قدام الناس. تاني حاجة الإدارة العامة، ودي بتكون في مكان مركزي زي العاصمة غالبا، وجواها بيكون إدارات وأقسام بتشتغل ورا الكواليس عشان تدعم الفروع وتشغل البنك كله. طيب جوه الإدارة العامة في إيه؟ في إدارات تشغيلية، وفي إدارات دعم ومساندة، وفي إدارات قطاعية متخصصة. الإدارات التشغيلية زي إدارة الائتمان اللي بتحلل طلبات القروض والتمويل، وزي إدارة المخاطر اللي بتحسب المخاطر وتحط السياسات لتقليل الخسائر، وزي الخزانة اللي بتدير سيولة البنك واستثماراته، وزي العمليات المصرفية اللي بتنفذ المعاملات اليومية زي التحويلات ومقصة الشيكات إلى آخره. إدارات الدعم والمساندة زي إدارة الموارد البشرية HR، واللي هي مسؤولة عن التوظيف والتدريب والتقييم، وزي إدارة تكنولوجيا المعلومات ودي مسؤولة عن السيستم والإنترنت بانكينج والATM، وزي إدارة الشؤون المالية ودي اللي فيها حسابات البنك نفسه وتقاريره، وزي الإدارات القانونية والالتزام ودي مسؤولة عن متابعة الالتزام بالقوانين والتعليمات، وزي إدارات التسويق وتطوير المنتجات ودي مسؤولة عن الإعلانات وتصميم منتجات جديدة. إدارات قطاعية متخصصة زي قطاع التجزئة المصرفية وده لخدمة الأفراد، وزي قطاع الشركات وده لخدمة الشركات الكبيرة، وزي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزي قطاع البنك الاستثماري وده مسؤول عن الصفقات الكبيرة وعملية الدمج والاستحواذ. الخلاصة إن أي بنك تقريبا بيتقسم كده: فروع منتشرة بتخدم العملاء بطريقة مباشرة، إدارات رئيسية جواها إدارات تشغيلية زي إدارة الائتمان وإدارة المخاطر، إدارات دعم زي إدارة الIT وزي إدارة الHR وزي الإدارة المالية، إدارات قطاعية متخصصة زي المسؤولة عن الشركات والأفراد والاستثمار. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر تابع معانا السلسلة لو أنت مهتم بوظائف البنوك، لأننا عاملين سلسلة بتشرح وظائف البنوك من الألف للياء. دمتم بخير وإلى اللقاء.